السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي ديال هذا النهار. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. صراحة هذا الفيديو جيت نصاوب واحد الوصفة موالفة كنصايبها دائما فوقاش مخرج الصيف. كنحس على ان وجهي كلا العصا، يعني راه غير دابا مع الكاميرا وصافي ما راه سمار. عرفتي كيولي داك الفرق هنايا ما بين هنا وهنا، ما كنحملش داك الفرق، بحال دايره شي ماسك. كنتبحر، كنخرج، كندور، كنتسارى، في الاخر ملي كيقرب الصيف يسالي كنصايب هاد الوصفه واعره البنات. وانا نتفكر، حيت راكم عارفين اليوتيوب مياكس عليه مؤخرا، بقيت كنحط فيه بزاف. قلت راه عندي بنات بزاف في اليوتيوب ما تدخلوا لا الانستغرام ولا حتى شي حاجه، ارا نصور لهم هاد الوصفه، حطها لهم حتى هما يشوفوها. تفكرتكم قلت نجي نصورها. واعره 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 الوصفه. نهضر لكم بعدا كاينه على الفوائد ديالها، عاد نقول لكم المكونات. الوصفه داك السموريه ولا داك الماسك اللي كنكونوا خدينا ديال الصيف كتحيد الكلف، كتحيد سميتو التصبغات، يعني داك التصبغات، داك طبعه هنا طبعه هنا طبعه هنا، كتحيدها. والله البنات حتى كتحيد هذا الشيء. راه كنقول لكم هذه الوصفه سنين وانا كنديرها سنين، ومؤخرا عاد بديت كنشوف الناس هكا كيصايبوها، ولكن ناقصه منها شي حاجه. مثلا كتلقاي كيديروا 4 مكونات 3. هذه هي الوصفه كلها، هي اللي غنقول لكم دابا. يعني كلها اللي بغات تحيد شي حاجه تحيدها، ولكن من الافضل ديري المكونات كامله. كتعالج حب الشباب، كتعالج اثار حب الشباب، كتعالج سميتو كتصفي البشره، كتصفي اللون ديال، كتوحد اللون ديال البشره. تقدري ديريها الدات ديالك كامله، يديك الا كانوا هكا كحال وسمار ومع الشمس، رجليك، يعني فين ما بغيتي ديريها ديريها. اشنو فيها هاد الوصفه؟ المكونات ديالها هادو هما المكونات ديالها، نتوما راه قديتهم. هذا كيطيحوا ليا. غادي نقلب الكاميرا ونوريها لكم ونعاود نرجع معكم. ها نتوما البنات الوصفه شنو فيها. نبدا لكم باول مكون. نثبت غير يدي باش ما نبقاش نتحرك. عندنا طحين الفورس. طحين الفورس من الافضل يكون النوعيه المزيانه. هذا طحين الفورس. عندنا الحلبه عاوتاني تكون مطحونه ومغربله. شفتوا تكون مطحونه ومغربله هكا، شفتوا تكون منيله. عندنا الحمص. هذا الحمص مطحون. عندنا زريعه الكتان. الكميه ديروا الكميه اللي بغيتو. انا هنا تقريبا درت 2 معالق ونص من كل حاجه. زريعه الكتان. عندنا هنايا الكركادي ولا الكركاديه، كل واحد كيقول لها. المهم راكم عرفتوها شنو هي الكركادي. انا هنا ما غربلتهاش. علاش ما غربلتهاش؟ لحقاش هاد الماسك انا كنستعملو على شكل ماسك وغوماج، يعني كنقومي به وعاد كنخليه في وجهي. بغيتو تغربلوا كلشي غربلوا. المهم انا هادي ما غربلتهاش باش يبقاو ليا في هذوك الحبوبات باش يديروا لي الكوماج. عندنا العرق السوس. وما ادراكم البنات ما العرق السوس. عرفتوا راه شنقول لكم، راه غير العرق السوس بوحدو في هذه الوصفه واعر البنات. التصبغات اللي طاش الطبايع الكلف واعر. اقسم لكم بالله ودوموا على هذه الوصفه، والله ما يبقى عندكم في وجهكم شي حاجه خايبه. وعندنا المكون الاخير هو الشاي. اتاي مطحون. ها هو انا غنديرو معكم في الاخر غتشوفوه. هذا اتاي عندي طحناه ودايره هنا مصوبه لبنتي كديروا لوجهها مع ضرون السوس للحبوب. خطير اتاي، خطير للحبوب. اللي عندها الحبوب وباغا تداوي غير الحبوب، عليك اختي باتاي. طحنيه وديريه مع الخرقوم وضرون السوس، ديريه اسبوع ردي عليا الخبار. هادشي كامل اشنو غندير ليه؟ غندير كلشي هنا. ها نتوما غندير كلشي هنا ياك، وغادي نزيد اتاي. ها هو زدت اتاي، ها هو هذا صافي. وغتشدوا هادشي كامل غتميلونجيوه بحال هكا. وانا غنقول لكم كيفاش غادي تستخدموه. غتميلونجيو مزيان، غتدخلوا المكونات النواشف كامله مزيان. عرفتوا ما يبقى حتى حاجه مفروزه على حاجه، يولي عندكم خليط واحد. انا غادي ندخلهم مع بعضياتهم مزيان ونرجع لعندكم. صافي من بعد ما خلطتها مزيان اشنو كنديرها هنا. كنديرها في هاد القريعه هادي بحال هكا، وكنحتفظ بها
في البلاكار. كل ما دخلت من الزنقه مشيت للبحر، صافي يعني صافي سالا الصيف اصلا، صافي غنجلس غير في الدار. كل نهار غتاخدي معلقه من هذا، معلقه من هذا الخليط. قلت لكم البنات كتاخذوا منه معلقه، كتاخذوا من هذا الخليط معلقه صغيره على حسب. الا كنتو نتوما جوج الناس ولا يعني بزاف اللي غادي يديروا الوصفه، خذي اكثر من معلقه. كنتي انت بوحدك اللي غادي ديريها، خذي معلقه. ثلاثه ابيل قلت لكم غتاخذوا معلقه من هذا الخليط. مثلا دابا انا غندير، مثلا انا وبناتي غندير معلقه، وغنزيد المعلقه الثانيه. صافي غتاخذوا معلقه من هذا باش غتخلطوا دابا باش غتخلطوه. غادي تخلطوه يا اما بدانون مسوس، يا اما بالماء ديال البطاطا، يا اما بالماء ديال الخيار، يا اما بالحليب، يا اما بهذا باللبن. شو هذا الماسك هذا الا خلطوه غير بالماء ديال ما ورد، ولا غير بالماء كاع، غير بالماء، غيعطيكم نتيجه. حيتاش بصح واعر، وحق الله العلي العظيم الا ماسك واعر البنات. هذا راه ملي كنبقى نصايب وكنبقى نتفكر شحال هي مات، شحال هذه هاد القريعه هكا كانت كتكون عندي فين ما مشيت كنديها معايا هاد القرعه هادي والله. لان انا وجهي من النوع ديال البشره اللي كتاكل الدق في الصيف. انا هنا باش غادي نخلطو بالخيار. الخيار شنو كندير ليه البنات؟ كنجيب مثلا كميه كبيره ديال الخيار، مثلا كيلو وكنطحنو، كنحكو ياكو، وكنكبو في داك ديال الثلج ديال الكونجيلاتور، وكنخليه كيولي هكا مكعبات. كنولي منين كنوض الصباح ولا هذا كندوزو هكا على وجهي. عرفتوا راه واحد الانتعاش كيعطي، ما نقول لكمش. كدوزو هكا على وجهي الصباح من بعد ما كنغسل وجهي، كندوزو ومنها كنحتفظ به في الكونجيلاتور. كنبدا نديرو في الوصفات، كنبدا نخلط به الوصفات. واعر البنات الخيار، واعر للتفتيح، كيحيد الاسمرار ديال الشمس، كيحيد داك الضربه ديال البحر، ديال الشمس ديال البحر، داك اللفحه ديال اللي كتبقى اللحم حمراء. هذا واعر، صايبوه بحال هكا ومنها بقاو تخلطوا به داك الوصفه. بغيتي كاع تهلا يا اختي في راسك، زيدي العسل الحر. ما عندكش العسل بركه، غير هاد الجوج ديال الوصفات راه غادي يخليو لك وجهك كيشعل شعيل، غيخليوه حق الله. واعر الوصفه. شنو اخر بغيت نقول لكم؟ بالنسبه من طبيعه الحال البنات الوصفه كدار على وجه نقي، تكوني غاسله وجهك نقي وعاد ديري عليها هاد الوصفه. بالنسبه لشحال من مره غديروها؟ يوميا، غادي ديريها يوميا، ما عندها حتى اضرار. يوميا ديريها تشوفي وجهك صافي، يعني بدا كيتفتح، بدا كيرجع اللون ديالك، بدا كيتحيد منك الحبوب. بدا ديك الساعه غتحبسيها وغتبداي ديريها نهار كل يومين، ولا نهار كل 3 ايام، ولا نهار ونهار لا. صافي دابا بالنسبه ليا انا غنبداها معكم اليوم، وغنبدا نديرها يوميا ان شاء الله، حتى ما يبقاش عندي داك الخط هكايا هنايا في وجهي، هنايا اسمر وهنايا ابيض. هذيك الساعات غنحبسها وغنولي نديرها نهار نهار لا، ولا كل يومين، ولا المهم حتى عندي وصفه اخرى نبقى نخلط بيناتهم، ولكن حاليا غنبقى نديرها كل نهار. دابا غادي نتسنى هاد الخيار هذا يذوب صافي، وغنخلطها وغنديرها على وجهي، غنابليكيها على وجهي. في الاول راكم عارفين كديروا طبقه خفيفه وكتبداو تقوميو هكا، بداو تقوميو بحال هكا، بدا يتقومي بحال هكا حركات دائريه، وداكشي اللي بقى ديريه في يديك. من بعد عاد ديري طبقه كبيره على وجهك وصافي، خليه هذاك الساعات، جلسي بها ربع ساعه نص ساعه ماشي مشكل، جلسي بها صافي وخليها. ونوضي غسلي وجهك بالماء بارد، غسلي وجهك بالماء بارد. والا بقى عندك واحد المكعب من هذا عاودي دوزيه على وجهك صافي. هذا هو التونر ديالك صافي. ودهني وجهك بشي مرطب، ما عندكش مرطب ديري زيت الجوجوبا، ما عندكش زيت الجوجوبا ديري زيت الكوك. المهم دهني وجهك من مور هذا الماسك، واجي ردي عليا الخبار وقولي لي وجهك كي ولا. كان هذا هو الفيديو ديالي معكم هذا النهار، نتمنى يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا معايا، وكنتمنى البنات دعموني في القناه. الله يجازيكم بخير، والله الا محتاجه للدعم. كنتمنى تديروا جيم، هذيك جيم راه بحد ذاتها راه دعم. شفتوا غير داك جيم وكومونتير زوين، هذوك راه دعم. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، والله يرزقكم حتى نتوما داكشي اللي كتمناوه. ضروري خاصني نطلع شي شويه القناه، لانني شحال هذه حبست ما بقيتش كنحط فيها الفيديوهات. ودابا ملي كنرجعوا نحطوا فهمتوا يعني اليوتيوب ما كيبقاش يعاونك، كيخليك صافي انت كيخليك انت والمجهودات ديالك. فمحتاجه منكم شويه ديال الدعم باش القناه تعاود تطلع. وشكرا لكم على المشاهده، واذا بقيتوا معايا حتى لهنا ديروا جيم وبارطاجيو الوصفه مع البنات
مع الصحابات ديالكم، وتهلاو في راسكم، والى وصفه قادمه او لا الى فيديو قادم ان شاء الله. وخليت لكم الراحه، واستودعكم الله الذي لا تضيع الودائع عنده. السلام عليكم ورحمه الله. إنه فيديو لذيذ. قال لكم ولدي انه فيديو لذيذ. قول لهم يديروا جيم. جيم. قول لهم ديروا الماما جيم. ديروا ماما جيم هي أفضل مسابقة.